الإسلام للإنسان منها حق الحياة وحق المساواة وحق الكرامة وحق التملك وحق التأمين وحق العمل وحق التعبير عن الرأي. يا طيبة، كيف أقر الإسلام حق الحياة للناس في حياتهم؟ أقر الإسلام حق الحياة للناس في حياتهم هو بتحريم الإسلام قتل الآخرين والانتحار والإجهاض. ولقد أباه الإسلام المحظورة للحفظ من الحياة مثل الأكل أو المشرب من المحرمات في حالة التعرض لمرض أو جوع أو عطش شديد. يا أنيس، ماذا قال علي في حق الحرية؟ قال علي رضي الله عنه: لا تكن أبدا ملكا وقد جعلك الله حرا. من الحديث. نعم، من الحديث. صحيح. لماذا يراعي الشرع حق التعميم وحق العمل؟ يراعي الشرع حق التعليم وحق العمل ويدلان على احترام الإسلام للإنسان في ممارسة حياتهم اليومية في طلب العلم والعمل وحضارتهم الفكرية والمالية والعلمية والمادية. يا حديث. نعم. اذكر خمسة مقاصد الشريعة التي حددها الإسلام. مقاصد الشريعة الخمسة التي حددها الإسلام وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وكذلك قال الله تعالى بكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل وتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. سورة الحجرات آية 13. وأيضا هذا الإسلام للإنسان وحقوقه بكافة مجالات الحياة. هذا فقط مني. شكرا لكم.